السلام عليكم. واش فراسكم مقترح قانوني جديد غادي يبدل البطاقة الوطنية؟ البرلمان المغربي كيناقش مقترح قانوني لإضافة فصيلة الدم في البطاقة الوطنية باش يساعد الفروق الطبية في حالة الطوارئ. اليوم غادي نشرحوا هذا النقاش ونشوفوا واش القرار غادي يكون مفيد ولا فيه مشاكل. تابعوا معايا حتى الاخر. اولا، الهدف من هذا التعديل تسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح في حالة النزيف والحوادث. ثانيا، تسهيل عملية نقل الدم وتجنب الأخطاء في اختيار الفصيلة المناسبة. ثالثا، تعزيز الجاهزية الصحية للمواطنين في المواقف الحرجة. رابعا، مخاوف حول الخصوصية، واش فعلا هذه المعلومات غادي تبقى محمية ولا يمكن يتم استغلالها بطرق غير قانونية؟ من يملك الحق الوصول لها؟ واش غادي يكون فقط للطوارئ ولا يمكن شركة تأمين ولا جهات أخرى تستعملها؟ واش المواطن عنده حق الاختيار؟ بعض الناس كيفضلوا يحتفظوا بالمعلومات الصحية ديالهم بشكل خاص يكون عندهم الحق في الرفض. البعض كيشوفوها خطوة مزيانة لإنقاذ الأرواح، والبعض الآخر خايفين من استغلال البيانات الشخصية بطرق شفافة. واش نتوما متفقين مع هذا القرار؟